نعم، هو قطع للطريق، ولكن ليس لسرقة ثروات أو نهب ممتلكات. إنها العادة السودانية التي تأبى الاندثار أو التأثر بتقلبات السياسة وتدهور الاقتصاد. يعرض هؤلاء أنفسهم للخطر لا لشيء سوى تقديم الإفطار لعابري السبيل المارين بهذا الطريق مع ساعة المغيب. نحن لاقونا أكثر من كم 20 نفر، كم 20 مجموعة موقفيننا سدين الشارع كويس. فالواحد يعرض نفسه عشان يأكلك، يعرض نفسه لخطر كويس. فأصروا علينا مع إنه نحن مسافتنا قريبة هنا في الدروشاب، وأصروا علينا وقلنا نجبر بخاطرهم وجزاهم الله خير. درج أهل هذه القرية والقرى الواقعة على الطريق السريع الذي يربط الخرطوم بعطبرة وشرق السودان على تناول إفطارهم هنا على قارعة الطريق. يأتي كل واحد منهم بما جاد به أهل بيته من طعام وشراب مما قل منه أو كثر. غايتهم في ذلك كما يقولون هو إكرام العابرين ليكونوا ضيوفا على مائدة إفطارهم. بتلقى في مندبة تاني يقفلوا الشارع عشان يكرموا الناس، بعدها 50 متر في مندبة، وبعد في أكثر من 15 مندبة لحد ما تطلع من القرية. من أين إكرام الضيف؟ من أين إكرام ضيف الرحمن، ضيف رمضان؟ على مدى عشرات السنين والسودانيون يحافظون على هذه العادة الاجتماعية ويتوارثونها جيلا عن جيل. مثلما تنتشر إفطارات الشوارع في رمضان في القرى والأرياف بكثافة، تجدها أيضا في الأحياء والأسواق والأماكن العامة. فالناس في السودان اعتادوا أن يتشاركوا إفطارهم مع أهلهم وجيرانهم أملا في ثواب يراه الجميع بعين واحدة، وهو أجر إفطار صائم. أحمد الرهيد، الجزيرة، الخرطوم.